واخيرا يا جماعه هنجرب احر فراخ في العالم. الفراخ الناشفه يا جماعه، اخيرا شيكارز عمل لنا فراخ ناشفه، احر فراخ في العالم. بصوا بقى يا جماعه، احنا جبنا بقى من شيكارز، هو لسه عامل يعني منيو جديد الفراخ الناشفه. طبعا انت ايه يعني، جبنا منه حاجات كتير، جبنا يعتبر المنيو كله بتاع الناشفه يا جماعه. جبنا بقى ايه شويه حاجات، ومعانا هنا صوصات. احنا تقريبا اول مره نجرب يعني الفراخ الناشفه دي. يعني في العموم انا ما بحبش يعني حاجه سبايسي جامد، بس الجو ده عايز سبايسي فعلا، الجو حلو. يعني الفراخ الناشفه دي تقريبا ان هي المفروض ان هي احر فراخ في العالم يا جماعه. فكره الفراخ الناشفه دي يا جماعه ان هي ايه، فراخ بتتقلي في زيت كده. والمختصر يعني ان كانت في واحده امريكيه كانت بتعاقب جوزها، فحبت تعمل له بقى فراخ سبايسي كانت، فجابت الفراخ قلتها في زيت سخن، يعني زيت مش زيت عادي، زيت ان هو ايه فيه شطه كده وفيه ايه صوصات سبايسي، وطلعتها من الزيت، حطت عليها برده شويه بهارات سبايسي وشويه صوصات سبايسي كده تقريبا شبه يعني ايه الصوص الكوري كده. فالغريب ان هي بعد ما اكلها عجبته، فقرر ان هو يفتح لها مطعم. فمن هنا بقى ايه، جت من امريكا لحد مصر لحد عندنا هنا يا جماعه. فقررنا النهارده ان احنا هنجربها كلها. احنا جبنا هنا بقى ايه شويه حاجات، احنا جبنا المنيو كله عامه، يعني المنيو كله بتاع الناشفيل بس يا جماعه. فاحنا حابين بقى نشوف هي فعلا سبايسي ولا لا. هنشوف. احنا هنشوف هي احر فراخ في العالم ولا لا. نفتح بقى هنا، احنا معانا هنا ايه كمان، دي تقريبا بطاطس، وهنا سندوتشات وكاتشب. حلوه كميه الكاتشب. بس كده هنظبط بقى الحاجه كده، وهنبدا باول وجبه. واول حاجه هنبدا بقى يا جماعه وجبه تندر، ومعاها هنا صوص هاني ماستر ومعاها هنا خيار مخلل. خيار مخلل، يعني هي بينزل معاها صوص هاني ماستر وبينزل معاها خيار مخلل. بسم الله. أوه. ده بس العيش شكله اصلا يعني. عيش ايه، سيبك من العيش ده، شايف والفراخ اللون سبايسي قوي مولعه. بصوا يا جماعه، شكلها يعني. دي ثلاث قطع ستريبس، مع هنا بطاطس كرينكه، بس البطاطس طبعا طريه عشان هي مكبوسه بقى والطري وكده. وهنا 2 خبز توست متحمصين كده. عايزين لسه على الجريل. بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان انا ايه يعني متفائل الصراحه يعني. شكلها يخوف. بص الشكل عامل ازاي. يلا قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل ده شكله كان مزعل مراته جامد. حراق قوي، سبايسي قوي قوي. مولعه. طب ايه رايك بقى نحط هنا في الصوص هنا، طاقم مولع. نحط كده في الصوص هنا ماستر كده، نجربها بالصوص. بسم الله. بصوا يا جماعه، نجرب بقى كده. بصراحه الصوص ده تحفه. الصوص ظبط معاه ظبطه حلوه قوي. بس هي مولعه جامد. حرام يا عم. السبايسي فيه ليفل، انا جايب اعلى ليفل. جاب اعلى ليفل، حرام عليه. انا جايب فيه اعلى ليفل. طب هو بيتعاقب عشان زعل مراته، احنا بنتعاقب ليه؟ ما تزعلش، انا عامل حسابي والله. يا ايوه كده يا انا عم. جايب عامل حسابي الليفل الرايب. احنا كده فصلنا شويه. مشكلتي ان انا يعني ما بحبش الحراق، بس لازم ايه اجرب. هنعمل كده بالصوص ده الصوص كده. ده تحفه، وخلي بالك برده شويه. على بقى خيار مخلل، وهنعمل كده. ونقطع بالسكينه. عشان يا ابراهيم اخويا انا بعاقبك، معلش ابراهيم ملوش في السبايس قوي، بس احنا قررنا النهارده نجربه. خد يا رومي، جوه عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه. يلا بسم الله. بسم الله. حلو قوي الميكس ده كده. نخش بعد كده على التقيل. تاني وجبه معانا 4 قطع فراخ، بينزل معاها 2 عيش، 1 كيلو سلو، 1 صوص هاني ماستر يا جماعه. بصوا بقى هنا. لا 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 شكل لا. الليفن عالي تاني. احنا يعني الشكل كل مدى بيعلى اكتر. بص الوجبه من جوه شكلها عامل ازاي. 4 قطع فراخ فرايد تشيكن ناشفه يا جماعه. الفراخ يعني القطع كبيره، يعني ما شاء الله 4 قطع كبار. انا عايز اقول لكم بقى يعني ايه شكل الليفل كده على، وديت يعني شكلها يعني شكلها ما يطمنش. سبايسي قوي يا ابراهيم. لا ماشي يا ابراهيم، انا بعاقبك النهارده يا ابراهيم. ماشي يا عم. وبينزل برده معاه هنا ايه كول احلى حاجه سلو. اللي هم جابوا كول سلو ده، عشان ايه تحط كده في الكول سلو يفصل شويه، يفصل شويه، يبردها شويه. وبرده معانا الصوص. الصوص ده يا جماعه تحفه، طعم جامد. هو اصلا بص البطاطسايه، شوف البطاطسايه لونها عامل ازاي.
البطاطسايه سبايسي لوحدها. جاهز للمعركه؟ انت جاهز للمعركه دي؟ جاهز جامد. ما خلاص حطيت في المعركه يبقى لازم اكمل. يلا يا باشا. اوه بصوا يا جماعه، يلا نقول بسم الله. بسم الله. حلو. حراق برضه. كل واخد نفس التتبيله. خش من جوه كده، كل ما تخش جوه اكتر. حط بقى مع الصوص. بسم الله. ده مع الصوص من جوه. صراحه طعمها جميل. شكلها من جوه خطير. هي حراق بس متهيألي اللي قبل منه حراق عنه او زيه. بصوا هو انا عايز اقول لكم على حاجه، يعني ايه يعني وجهه نظري انا، هي التتبيله كلها السبايسي كله من بره، لكن مفيش سبايسي جوه. يعني بص انتوا لو بصيتوا على الفراخ من جوه، هي الفراخ من جوه ما فيهاش سبايسي. الفراخ من جوه ما فيهاش سبايسي، يعني ايه ما فيهاش اللون الاحمر ده. مع ذلك مولع. يعني هي التتبيله كلها في البردنج من بره. ما بالك بقى لو حطه جوه تبقى عامل ازاي؟ بس لا انا كان من رايي لو كانت اللحمه من جوه متبله في نفس التتبيله تبقى كلها سبايسي قوي، هتبقى بص بركان. بركان يا عم حرام. لكن انا اللي انا شايفه والحظ بطعمه ان هو البردنج بس كده. يعني بص احنا هناخد بس ايه قطعه من جوه لوحدها. هي الفراخ طعمها حلو اصلا من جوه. من جوه مش سبايسي قوي، لكن السبايسي كله القشره من بره. القشره اللي من بره دي هي اللي فيها التتبيله وفيها البهارات بتاعتها. انا دماغي فارت. يا بص من جوه برده مش احنا هنفصل بس ايه شويه يعني، بس هي ايه اوفر رول كده هي حلوه الصراحه، عجباني قوي. بس انا كنت متوقع ان يكون سبايسي اكتر من كده. لا أنا بالنسبه لي ده اعلى اللي فيه. لا انا كنت متوقع ان يكون مثلا ايه سبايسي اعلى من كده شويه. ولعها جامد. نخش على اللي بعده. يلا بينا نخش بقى يا جماعه بينا. يلا على المسحب. وبينزل معاه 2 عيش، ومعاه هنا خيار مخلل برضو صوص هاني ماستر، ومعاه توميه. هم 7 قطع يا جماعه صح. 7 قطع، برضو معاها بطاطس عاديه. القطعه اللي فاتت كان معاها بطاطس كرينك، لكن ديت بطاطس عاديه. 7 قطع برضو الشكل. انا خارج نطاق الخدمه خالص. بص مع الشكل. ابراهيم اخويا خلاص. انا في الفصل عملت حاجات. لا انا عايز اقول لكم ابراهيم ملوش في السبايس، انا برضه ملوش في السبايس، بس انا ممكن استحمله شويه. انا يعني بالنظام دوت صعب عليا جامد. طب يلا نبدا. يلا بينا. واحلى حاجه عجباني اللي هو مع كل وجبه حاطط اللي هو وبرضه بيجي معاها 2 عيش. اللي هي تحفه يا جماعه. احنا هندوق ايه برضه معانا خيار مخلل هنا اهوت. هو مش محتاج خيار مخلل وتوميه. لا هو بص الخيار المخلل لزوم السندوتشات والنعنشه كده. لا يعني تعمل منه سندوتش كده يبقى 10 على 10. دواني كده البطاطس. بطاطس عاديه ابراهيم خايف يخش عليها. انا عايز اقول لكم انا عامل ازاي، وش بس احمر قطعه. بس انا عايز بس افتح من جوه كده. بصوا هي من جوه بيضه، انا نفسي تبقى التتبيله من جوه زي بره. حرام عليك ما ينفعش، انت جبت ميه من كل حته. بسم الله. انا تقريبا مش حاسس بالسبايسي عشان هو بقى كله شبه بعضه. اكتر حاجه حسيت بيها اول حاجه في التندر. بص بقى انا عاجبني اكتر حاجه هنا بقى في المساحه ان هي فراخ، مش فراخ مفرومه. بصوا فراخ قطعه من جوه. الفراخ من جوه قطع، ما هياش فراخ مفرومه. في اللي بيعمل المساحه كده هتبقى فراخ مفرومه، لكن دي فراخ قطع. لا القطع طعمها حلو. جرب كده في التوميه. بص انا هحط ايه هاني مصر على التوميه كده وغرق. بالمصر دي جامد. هو تقريبا انا حاسس ان السبايسي هنا مش زي السبايسي. لا ده هادي شويه. ده اقل شويه برضه
صعب. نجرب البطاطس. الفرايد تشيكن الاولانيه اللي بالعظم كان السبايسي بتاعها عالي قوي، عشان بس والتندوري برده كان عالي، لكن هنا السبايسي هنا تحس ان هو قليل، مع ان هنا برده اللون. بصوا اللون يا جماعه عامل ازاي، يعني اللون يعني ايه. ابراهيم اخويا محتاج يفصل هو بلبن رايق. جامد. انا هنا بس ايه يعني في ميزه في البطاطس، انا هنا عجباني على البطاطس كرينكل، يعني الكرينكل تحس انها طريه قوي، تحس ان ديت يعني ايه ماسكه نفسها شويه. حطها بقى مع الصوص ده واديها يا باشا. بسم الله. اظن انت اكتفيت كده النهارده، بس لازم اكمل الفيديو. للاسف. خلينا نخش على اللي بعده. يلا ده انا بينا. لسه محضر لك مفاجآت اكتر من كده. يلا بينا. اخر حاجه معانا سندوتشين ناشفل سلو وناشفل سيراتشا. نجرب انهي واحد؟ نجرب السلو الاول عشان يفصل معانا شويه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه لا 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 الصوص سايح منه نازل على الورق يعني. ده السندوتش العيش عامل بيديك ازاي؟ انذار. ناشفل سلو يعني ايه؟ سندوتش كله سلو بتتبيله تشيكرز مع صوص الناشفل الرائع وصوص الهاني ماستر والكلو سلو الشهي. اوه بص، هو معلش يا ابراهيم، ابراهيم ملوش في السبايس يا جماعه، بس هو يعني ايه، بصوا من جوه. اوبا يلا. بصوا بقى هو ايه، فيه خيار مخلل وكله سلو وصوص الهاني ماستر. يلا نقول بسم الله. بسم الله. بص انا عاجبني قوي صوص الهاني ماستر ده، جامد قوي. تحفه. السندوتش ده حلو قوي. بس لو انت بتحب السبايسي مش هيجي معاك سكه، مش هيبقى حلو معاك قوي، مش هيعجبك قوي. ليه بقى؟ لان كله سلو مهدي الدنيا كلها. هو طبيعي الكوليسترول بيهدي. لو انت بتحب سبايسي خفيف، سبايسي مش جامد ما تحطش قوي. عليه كوليسترول. لا لو انت بتحب سبايسي خفيف قوي ده هيعجبك. لو هو سبايسي خفيف، لان كده السبايسي مش واضح فيه قوي. لكن لو انت بتحب السبايسي حراق قوي، لا ما تحطش عليه كول سلو. هو اصلا صوص الماستر ده موديه في الهاني ماستر مش الماستر. لا الماستر يعني ده اللي عاوز. انا عاجبني قوي السندوتش ده. في خيار مخلل. في خيار مخلل. الفراخ برضو من جوه بيضه. انا برضو عندي تعليق وعندي كلامي، لو هتعمل فراخ ناشفه يبقى لازم التتبيله من جوه تبقى زي اللي بره، مش تتبيله من جوه بره. هو بيبقى سبايسي قوي، بس هو ايه ده تعليق. يخفف من بره تتبيله ويزود جوه. نخش على اللي بعده. طعمه حلو. هو عاجبك صح؟ هو عاجب ابراهيم، هو كده عجب ابراهيم، لان ابراهيم هو ملوش في السبايس قد كده. بس الصراحه تصدق يعني يعني حاسس ان انا مش مستطعمه جامد عشان هو مش حراق جامد. لكن انت لو سبايسي بتستطعم الاكل اكتر. هو طبيعي السبايسي خلاص اتعودت دخلت في المود. هو طبيعي اصلا الاكل السبايسي بيخلي الواحد ايه يعني ياكل كتير منه. ويلا نخش على اللي بعده. يلا بينا. واخر سندوتش معانا ناشفل سيراتشا. بص يا جماعه ده بصوص السيراتشا. برضه العيش زي العيش الاولاني. هنا بقى قطعه الستريبس كبيره وعليه صوص السيراتشا وخس وخيار مخلل. صراحة يا جماعة المطعم ده خلصت فيه كل الكلام، مهتمين بكل كبيرة صغيرة. يعني العيش مفيش مرة جبنا منه والعيش كان باين. لا شيكارز يا جماعة الصراحة احنا كنا من عنده كتير وجربنا فيه قبل كده كتير، الصراحة حلو أوي. حافظ على مستوى الجودة بتاعته. بصوا بقى من جوه الفراخ. يلا يا إبراهيم نقول بسم الله. بسم الله. هو جوه الصوصات ايه؟ صوص الهاني ماستر الحار وصوص السراتشا فعلا. هلاقي صوص هاني ماستر من جوه. عايز اقول لكم ان بعد كده لو جبت اي حاجه منه هجيب الصوص الهاني ماستر ده. بس انا حاسس بهنا مفيش تتبيله، يعني مش حاسس بسبايسي. بص لك على حاجه، يعني انا حاسس ان مفيش سبايسي. اقول لك ليه.
لما كنا بناكله في الاول كناش بنحط، يعني كنا بناكله ايه، الفرايد تشيكن كده مساحه كده من غير صوصات. هنا الصوصات مهديه خالص، احنا كنا بناكله كده من غير حتى عيش. ولا هي التتبيله يعني مختلفه؟ لا هو اللي انا شايفه ان الصوصات مهديه الدنيا. ناخد طب اقول لك قطمة على كمان. حاجه، انت مش عايز تتاكد، خد حته من غير بص، حته ناشفه من بره. نقطع كده. لا هو هادي. وانا عندي برضو الاسباس بتاعه ضعيف خالص. هادي، لا مش الصوصات اللي يعني هنا التتبيله هنا تختلف عن التتبيله اللي كانها في التندور والفراخ الاولانيه. التتبيله ضعيفه جامد. الاسباس هنا مش حراقه، ده ناشفه، اللي المفروض يبقى ناشفه. بركان يا جماعه، بركان نار. بس مش عارف الفكره ان السندوتشات يعني تبقى هاديه عن الوجبات. احنا كلها جايبينها ايه، كلها سبايسي، الليفل العالي، الليفل التالت. ده يا ابراهيم بقى، ده ذوقك الشخصي انت، عشان ابراهيم مش بيحب الصوصات الحراقه، فده ذوقك الشخصي انت. بس ما ينفعش تحط في ليفل عالي جامد تفضل تاكل حراق حراق وبعد كده تخش على حاجه مفيش يعني فيها تتبيله حراقه خالص. لازم تفضل ماشي على مستوى الليفل طول الفيديو. بس انا عاجبني السندوتش السلو احسن، اللي كان كله سلو. الاولاني احلى من ده، لان الصوص الماستر فيه كان ياما. لا الكولسلو عامل له يعني ايه، مخدوم عن كده اصلا، طعم احلى. مش محتاجين لبن الراي. خلاص اللبن الرايب خلاص. تتبيله ضعيفه خالص. نخش على اخر حاجه معانا. في حاجه تانية؟ في حاجه تانية، اخر حاجه كلنا نسينها. دي بطاطس، انا مش عارف هو قال لي ديت بطاطس كرينكل عليها جبنه. لا هو المفروض ان هي بطاطس كرينكل بيبقى جاي عليها جبنه وحاجات من كده. المفروض ان هي في بطاطس جاي معاها كرينكل وكده عليها ستريبس، بس ده طلعت بطاطس عاديه خالص. دي بس اللي في العلبه. المفروض انا طالب بطاطس كرينكل عليها صوص جبنه عليها ستريبس متقطع. معلاش اي حاجه. لا جايه فاضيه خالص كده. ليه زعلنا منك في الاخر؟ مش عارف، احنا نروح نطلبوه منه بعد كده. بس مش هنضيعه برضه الحلاوه اللي هو عاملها. الاكل طعمه تحفه بصراحه يا جماعه. التجربه انا استفدت منها، يعني حبيتها اساسا، مع ان هي كانت صعبه عليا بس انا حبيتها، لان يعني جوده الاكل كانت حلوه والطعم كان حلو، مش مشكله. خصوصا ان انت مالكش في السبايس، وانا ماليش في السبايس خالص، وانا دبست ابراهيم النهارده في السبايس. انت كده حطيتني خلاص في الليفل ده، هبدا امشي فيه. حبيته بصراحه. هي تجربه حلوه، اول مره نجرب الفراخ ده يا جماعه. فانتوا لو حابين نعمل مقارنه كم مطعم من نوع الفراخ اللي هي الناشفه ديت عشان نشوف احسن مطعم بيعمل فراخ ناشفه، اكتبوا لنا في الكومنتات ان شاء الله نعملها لكم تاني، واكتبوا لنا مكان تاني نروحوا فين ان شاء الله. في الوقت اللي جاي عايزين نروح في اي حته بقى، نسافروا هنا، عايزين نطلع من هنا خلاص. بس اللي مش مشترك في القناه بتاعتنا اتفضل يعمل سبسكرايب، وصلوا الفيديو ده على 5000 لايك، ونشوفكم على خير في فيديو جديد. نقول لكم يلا سلام.